إدارة التعليم الفني ندوة نقاشية حول أهمية التعليم الفني في مطالب سوق العمل، واستضافته عدد من أساتذة الجامعة ومجمع خدمة الصناعة المصرية في الأكاديمية العربية وقيادات التعليم الفني بالإسكندرية ولفيف من طلاب المدارس المختلفة. ودار الحوار حول تنمية ونهضة حقيقية في مصر قائمة على التعليم الفني وخريجيه كقوة بشرية هائلة ومدربة ومؤهلة في سوق العمل والإنتاج بكافة الصناعات والمهن المختلفة في كافة محافظات مصر. وقالت إن الحكومة تهتم شخصيا بتطوير منظومة التعليم الفني وتفعيلها في كافة مدارس التعليم الفني في مصر. وقد عرضت المهندسة أمل حسان مسؤول البحث والتطوير في التعليم الفني أهم الإنجازات وخطة تطوير التعليم الفني بالإسكندرية خلال العام الحالي، وإقامة معرض سنوي بنادي المعلمين وتوقيع عدد من الاتفاقيات الهامة مع بعض الشركات الكبرى لتدريب والتعليم المزدوج، وإنشاء مدارس داخل تلك المصانع لتدريب الطلاب والطالبات في المصانع بشكل عملي وتربحهم من عائد إنتاج الشركات كمكافآت شهرية. كما تم الإعلان اليوم عن بدء تعاون بين مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ومديرية الشباب والرياضة في استضافة كافة خريجي وطلاب التعليم الفني لعرض منتجاتهم المختلفة وتسويقها بنادي ومركز شباب سموحة، وذلك في اليوم العاشر من كل شهر تحت عنوان مبادرة صنع في مصر. وتحدث الدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعات بالأكاديمية العربية عن المنحة المجانية المقدمة لتدريب قرابة 400 طالب وخريج بداخل مجمع خدمة الصناعة على التقنية الحديثة في الأكاديمية بالنسبة لأقسام والمهن والحرف المختلفة، وكذلك الأمن الصناعي وأجهزة الوقاية المنظومة والمختلفة.